السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا فيديو جميل بقى، شتاء يعني كيكة يعني دفا. هنا بقى كل المعجنات، بس الكيكة ليها ميزة خاصة في الشتاء مع كوباية الشاي مع كوباية النسكافيه تاكلي أحلى كيكة. هنا عملنا كيكة بالشوكولاتة، عملنا كيكة بالفانيليا، وزوقناهم الاتنين او زيناهم الاتنين بصوص الكراميل. كان عندنا باكم كريم كراميل، ده هنعمل بيه احلى صوص كريم كراميل. معانا كوب من الحليب، كوبايه من السمنه على الزيت، نص كوبايه الحليب، سكر بودر، معانا كوبايتين من اللبن، معلقتين من اللبن البودر. هنخلط ده كله مع باكو الكريم كراميل في الخلاط. معايا كيس من الفانيليا، كيس اللي بيبقى مع باكل الكريم كراميل ده هنستعمله في الاخر. دي معلقتين من بودرة الكريم شانتيه. نضرب ده كله في الكبة بتاعتنا، وبعد كده هنعينه في التلاجة. جبنا هنا الكيكة بتاعت الفانيليا دوت، كان كيس انا حطاه في التلاجة، عبارة عن صوص كراميلا كنت انا عاملاه، وكان فايض الحبة دولت مع معلقتين من شوكولاتة قابلة للدهن. خلطت الاتنين مع بعض، وهحشي بيهم الكيكة مع معلقتين من الكريمة او وش اللبن اللي احنا بنشيله. تحطي معلقتين منه على الخليط دوت وتحشي بيه الكيكة، هيديكي طعم خطير جدا للحشوة بتاعة الكيكة بتاعتك. ادي الخليط هننزله في الكيس بقى ونزين بيه او نحشي بيه الكيكه بتاعتنا. اللي اتفرج على الفيديو لحد دلوقتي ما ينساش اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه. وبنشكر كل الناس اللي منورينا ومشرفينا في القناه بتعليقاتهم الحلوه وبدعمهم، ونشكرهم شكرا جزيلا، ونتمنى لهم كل خير، وربنا يوفق كل انسان فيما يحبه ويرضوه. هنا خلصنا بقى الحشوة بتاعتنا. هنقفل الكيكة اللي هي بالفانيليا. دي كيكة عادية جدا عملناها. كوباية من الحليب، 3 عدد بيض، كوب من السكر، كوب من الزيت، فانيليا، باكو من البيكنج باودر، وعملنا صينية الكيكة بتاعتنا. ولما استوت زيناها، بس ما حبيتش انا اطول عليكم واوريكم طريقة الكيكة، لان ما شاء الله كلكم بتعرفوا الكيكة يعني بتنعمل ازاي. هنا بقى سيبناها لما نشفت، حطينا الصوص اللي احنا عملناه وسيبناها لما نشفت. هنجيب بقى كيس الكراميل اللي بيبقى مع بودرة الكريم كراميل ده، وهنزينها. طبعا كان الجو برد، فكيس الكراميل مجمد، فكل ما اجي اعمل الدواير فبيقطع مني. هنعمله بقى لفة عشوائية كده وندي شكل جمالي للكيكة بتاعتنا، وبألف هنا وشفا. ودي كانت كيكة الفانيليا والحليب. اما كيكة الشوكولاتة هنعملها بس هنزينها بس من فوق كده بصوص الكراميل، كريم كراميل اللي احنا عملناه. اما هي كلها شوكولاتة من جوه، من عجينة الشوكولاتة بتاعتها، لكن كيكة الفانيليا حشناها حشوة من جوه. كده خلصنا كيكة الفانيليا اهيت وزيناها. هنقطعها بقى تقطيع اللي انت عايزاه، تقطيع مربعات، تقطيع مستطيلات، زي ما انت حابه، مع كوبايه الشاي مع كوبايه النسكافيه. تاكلي احلى كيكه بتدوب في البق باحلى صوص كريم كراميلا عملتيه في حياتي. هنا خلصنا الكيكه بتاعتنا الجميله بالفانيليا. هنبتدي نزوق بقى كيكه الشوكولاته اللي هي معموله بالشوكولاته بس اهيت. هننزل عليها بصوص الكريم كراميل اللي احنا عملناه في اول الفيديو، وتاكلي برضو احلى كيكه بالشوكولاته بصوص الكريم كراميل. وربنا يحسن ما بين ايديكم. اللي اتفرج على الفيديو لحد دلوقتي ما ينساش اللايك والشير للفيديو، واللي اول مره يشوفنا يا ريت ينورنا ويشرفنا بدعمه القناه واشتراكه فيها، عشان يوصلوا كل اشعار جديد بكل حاجه جديده احنا بنعملها. باقي الكراميل اللي في الكيس هنحطه على الكيكه الشوكولاته علشان ندي شكل جمالي برضو، بس هو الطعم كفايه، والعين برضو بتاكل قبل اي حاجه. لازم ندي برضو شكل جمالي. يلا بقى خشوا قولوا له ايه رايكم في كيكه الشوكولاته وكيكه الفانيليا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. انا عارفه ان انتوا بتعملوا كل حاجه حلوه، بس حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو البسيط ده. انا والله ما حبيت اطول عليكم في عمايل الكيكه نفسها، عملت معاكم بس طريقه التزيين.
ادي بص بقى الكيكه دي كلها شوكولاته من جوه، لاني كترت الشوكولاته عن الدقيق، بودره الشوكولاته عن الدقيق، فادى ده الطعم البراوني اكتر من طعم الكيكه العاديه، كمان مع صوص الكريم كراميل اللي احنا حاطينه على الوش دوت. ده طعم جميل جدا مع الكيكه، ده مذاق حلو قوي، جربيها ان شاء الله هتعجبكم. طريقه سهله وطريقه بسيطه وكل المكونات سهله من البيت. اي حاجه تقدري تعمليها تفرح اولادك وتدفيكوا في الشتاء قومي اعمليها. بصي شكل الكيكه عامل ازاي، شكل جميل جدا والطعم احلى بكتير، احلى مما تتصوري. لو اقدر احكي لك طعمها عامل ازاي، والله بتدوب في البق دوب كانك بتاكلي كده شوكولاته او براوني، يعني طعم لذيذ جدا، طعم خطير. بصي هي بتتكلم عن نفسها دايبه دوب كده من الحليب اللي محطوط فيها وكمية الشوكولاتة اللي محطوطة فيها دايبة خالص. كل مكونات ضربناها في الخلاط، عملنا أحلى صينية كيكة بالشوكولاتة، حطينا عليها صوص الكريم كراميل، ذوقناها تزويق عشوائي. حاجات بسيطة، حاجات سهلة، كل حاجات مكوناتها في البيت. ما تنسيش اللايك والشير للفيديو علشان يوصلك كل إشعار جديد مننا بكل حاجة احنا بنعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.